ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب دايما. يلا بينا يا سنة تانية نشوف هناخد ايه مع بعض في درس النهاردة. طيب، هناخد النهاردة يا سنة تانية الوحدة التالتة، الدرس 25 و26. طيب، بيتكلموا عن ايه؟ الربط بين الصيغة الرمزية للأرقام والصيغة الحرفية. طيب، يلا بينا نشوف مع بعض أول حاجة معانا النهاردة. طيب، أول حاجة هتكون ايه؟ احنا اتعودنا مع بعض بنبدأ بلوحة التقويم. طب يلا بينا ندخل على لوحة التقويم. أول حاجة معانا ايه في لوحة التقويم؟ أيام الأسبوع. يلا نقولها كده مع بعض: أيام الأسبوع: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. عايزاكم يا سنة تانية تحفظوا أيام الأسبوع كويس جدا علشان هناخد عليها أسئلة بعد كده، ما ننساش. طيب، يلا بينا ناخد مع بعض شهور السنة الميلادية. يلا بينا. أول شهر في شهور السنة الميلادية هو ايه يا سنة تانية؟ يناير، شاطرين. وبعدين فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. طب يلا نقولهم مع بعض تاني: يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. شاطرين يا سنة تانية. طيب، يلا بينا نشوف ايه اللي ناقصنا في لوحة التقويم. شهور السنة الهجرية. يلا بينا نقولها مع بعض. أولها ايه؟ محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. تاني: محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. كده نكون خلصنا مع بعض لوحة التقويم بتاعتنا. يلا بينا نشوف هناخد ايه مع بعض في درس النهاردة. طيب، بيقول لي ايه هنا بقى؟ بيقول لي: انسخ العدد الموجود على السبورة في جانب الحروف بالجدول، ثم اكتب الصيغة بالارقام والاولى مجاب عنها. طيب، انا هنا كتبت لك ارقام من عندي وعايزاك تكتبها بصيغة الحروف. يلا بينا كده نكتبها مع بعض. اول حاجة عندي ايه؟ عشرون. عشرون، يلا نكتبها مع بعض: عشرون. طب اللي بعده؟ ثلاثون. ثلاثون، يلا بينا نكتبها. طيب، اللي بعدها أربعون. أربعون، أربعون. شاطرين. يلا بينا اللي بعده. سبعون. سبعون، شاطرين. طيب، يلا بينا اللي بعده. ستون. ستون، شاطرين. عايزاكم تحفظوهم كويس جدا 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 يا سنة تانية. يلا بينا نشوف هناخد ايه تاني. معانا جدول تاني، بس هو هنا مدينا ايه؟ الصيغة بالحروف وعايزنا نكتبها انا بالارقام. طيب، اول حاجة معانا ايه؟ 11. 11 يعني ايه؟ يعني 11. طيب، يلا بينا نكتب مع بعض 11. شاطرين. طب اللي بعدها 12. 12، هنكتب كام؟ 12. شاطرين. طيب، اللي بعدها 13. 13، هنكتب كام؟ 13. برافو. طيب، اللي بعدها 14. 14 يعني ايه؟ يعني 14. يلا بينا نكتب اللي بعده 15. 15،
يلا بينا نكتب مع بعض 15. كتبنا خلاص 15. طيب يلا بينا اللي بعده 16. 16 16 يعني يلا نكتب 16. طب اللي بعده 17. 17 نكتب كام؟ 17 شاطرين. اللي بعده 18. 18 هنكتب كام؟ 18 برافو. طيب اللي بعده 19. 19 هنكتب كام؟ 19 شاطرين يا سنة تانية. عايزاكم تحفظوهم كويس وتعرفوا تكتبوهم كويس جدا جدا جدا. طيب يلا بينا نشوف هناخد ايه تاني مع بعض النهاردة. بيقول لي ايه هنا بقى؟ طيب سنة تانية دي المفروض لعبة احنا هنلعبها مع بعض في الفصل، وكانت عبارة عن كروت وهوزعها عليكم وهنلعب اللعبة دي. بس بما اننا مش موجودين مع بعض فاحنا هنحاول نحلها مع بعض من غير لعبة. طيب يلا بينا نشوف مع بعض اول سؤال معانا. هو هنا ايه؟ بيقول لي مديني عدد 224 وانا هكتبه بالصيغة الممتدة. هو هنا مش مديك الصيغة الممتدة بتاعتها لان دي المفروض لعبة، بس دلوقتي اللعبة مش هنعرف نلعبها مع بعض، فاحنا هنعملها مع بعض على انها سؤال والاجابة هتبقى ايه تحت. يعني هديك هنا عدد وانت هتجيب لي بس الصيغة الممتدة بتاعته هنا تحت. طيب هديك اول عدد اهو 591 وانا هكتب ايه؟ هنكتب هنا الصيغة الممتدة للعدد اللي معايا فوق ده 591. لو عايزة اكتب الصيغة الممتدة بتاعتها هكتبها ازاي؟ تعالوا كده اما نبص. الأحاد فيها كام؟ 1. هكتب 1 زائد العشرات فيها كام؟ 9 بس قيمتها المكانية كام؟ 90. هكتب زائد 90. طيب بعد كده المئات فيها كام؟ 500 شاطرين. هكتب كام زائد كام؟ زائد 500 برافو عليكم. عملناها ليه كده يا سنة تانية؟ لان احنا مش مع بعض في الفصل، فهنحاول نعملها على انها اجابة سؤال واجابة. طيب يلا بينا نكمل. العدد اللي بعده 736. 736 يلا بينا نكتبه بالصيغة الممتدة. الأحد فيها كام؟ 6. يبقى 6 زائد العشرات 30 شاطرين زائد المئات فيها كام؟ 700 برافو عليكم. يلا بينا نشوف العدد اللي بعده 128. 128 طيب يلا بينا نكتب الأحد فيها كام؟ 8. يبقى هكتب 8 زائد العشرات فيها كام؟ 2. طب الاتنين دي في العشرات يعني كام؟ يعني 20 شاطرين. طيب بعد كده عندي في المئات كام؟ 1. طب الواحد في المئات يعني كام؟ يعني 100 برافو اكتب 100. طيب تاني يا سنة تانية احنا عملناها كده لان احنا مش مع بعض دلوقتي، فهنعملها على اساس ان هي سؤال واجابة، ولما نيجي الفصل ان شاء الله هنلعبها مع بعض. طيب يلا بينا نكمل. بيقول لي هنا ايه؟ ضع دائرة حول الكلمات التي تصف افكارك ومشاعرك فيما يتعلق بالكتابة بالارقام وبصيغة القيمة المكانية. يمكنك وضع دائرة حول اكثر من واحدة. طيب هو بيقولك هنا شوف انت حاسس بايه وانت بتحل الكتابة بالارقام والصيغة المكانية. فرحان، مبسوط، متضايق، حاسس ان هي صعبة، حاسس ان هي سهلة. اختار اللي انت عايزه. طيب انا شايفة ان هي ممتعة وسهلة. لو انت شايف حاجة تانية ممكن تعمل عليها دايرة زي ما انت عايز. طيب يلا بينا نشوف هناخد ايه مع بعض تاني. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي صل. طيب انا هوصل هنا ايه؟ العدد بالارقام مع
العدد بالحروف. طب يلا بينا كده نوصل مع بعض. اول حاجة معانا كام؟ 11. طب يلا بينا نوصل. دي كام؟ 11. قلنا ايه؟ 11. طيب الصف ده فيه هنا 11. يا مس اهي مكتوبة بس بالحروف. 11. 11. طيب يلا بينا نوصلهم ببعض. شاطرين. طيب اللي بعده 12. 12. اللي بعده ايه؟ 12. اللي بعده 12. طيب فين ال 12؟ موجودة تحت خالص مكتوبة بالأرقام. يلا بينا نوصل. طيب بعد كده 15. طب الناحية التانية فين ال 15؟ أيوة موجودة هي مس بس مكتوبة بالحروف. طب يلا بينا نوصل. طيب اللي بعده 19. 19. طيب فين ال 19؟ اهي موجودة فوق اهي بس مكتوبة بالارقام. يلا بينا نوصل. شاطرين، برافو عليكم يا سنة تانية. يلا بينا نكمل ونشوف هناخد ايه تاني معانا النهاردة. هنا بيقول لي اكمل الصيغة الممتدة. احنا لسه واخدين الصيغة الممتدة مع بعض. يلا نكملها سوا. هنا اول عدد بيقول لي كام؟ 852. 852. هكتبها ازاي بالصيغة الممتدة؟ قول كده معايا. هكتب في الأحاد كام؟ 2 زائد العشرات فيها كام؟ 50 زائد المئات فيها كام؟ 800. شاطرين. يبقى أنا هكتب 2 زائد 50 زائد 800. طب يلا بينا نكتبها اهي. 2 زائد 50 زائد 800. طب يلا بينا نشوف اللي بعده. 965. تاني 965. هكتبها ازاي بالصيغة الممتدة؟ هكتب الأول الأحد فيها كام؟ 5. يبقى 5 زائد العشرات فيها كام؟ 6. طب الستة دي في العشرات يعني 60. شاطرين. زائد 9 في المئات يعني 900. يبقى زائد 900. يبقى أنا هكتب كام تاني؟ 5 زائد 60 زائد 900. يلا بينا نكتبها. شاطرين. طيب بص معايا اللي بعده. يقول لي 155. هعمل فيها ايه؟ الأحد فيها كام؟ 5 زائد العشرات 50. شاطرين. زائد المئات 100. برافو. يلا بينا نكتب 5 زائد 50 زائد 100. طيب يلا بينا اللي بعده. اللي بعده 200. طب الأحد فيها كام؟ مفيش، صفر. العشرات برضو صفر. طب المئات هنكتب فيها كام؟ 200. شاطرين يا سنة تانية. تعالوا كده اما نشوف هنكتبها ازاي. 0 زائد 0 زائد 200. طيب يلا بينا نشوف اللي بعده. طب اللي بعده كام؟ 103. 103. هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها ايه يا مس؟ هكتبها ازاي؟ هكتب الأحاد 3 زائد العشرات فيها ايه؟ ما فيهاش حاجة، فيها صفر. يبقى هكتب 3 زائد 0 زائد المئات فيها كام؟ انتوا شاطرين قولوا. فيها 100. برافو. يبقى انا هكتب 3 زائد 0 زائد 100. شاطرين. يلا بينا نكتب. يلا بينا يا سنة تانية نشوف هناخد ايه تاني مع بعض النهاردة. طيب بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي اكمل بالصيغة الحرفية. يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي مديني ارقام او اعداد قدامي، والاعداد دي عايزني اكتبها بس بالصيغة الحرفية يعني بالحروف. طيب مش احنا اخدنا 10 و20؟ تعالوا كده ما نقولهم مع بعض الاول. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. صح؟ خدناهم مع بعض. خدنا 11 12 13 14 15 16 17 18 19. طيب خدنا كل دول مع بعض.
من دول بقى عايزين ندخل في السؤال بتاع النهاردة ونحله من خلال اللي احنا اخدناه قبل كده. طيب شوف كده معايا اول عدد، بص كده معايا يا سنة تانية على اول عدد معانا 25. هنكتبها ازاي؟ طيب احنا اخدنا ازاي نكتب الخمسة صح؟ بالحروف 5. طيب 20 بقى بنكتبها ازاي؟ 20. يبقى 25. ها تاني 25. يلا بينا كده نشوف هنكتبها ازاي. شفتوها؟ 25. تاني اللي بعده 33. طيب احنا قلنا بقى ايه هنكتبها ازاي بالحروف؟ بص الاول احاد 3. 3. طيب وايه؟ 30. 3 وايه؟ 30. يلا نكتبها مع بعض 33. طيب اللي بعده 85. ها هنكتبها ازاي؟ بص كده معايا الاحاد فيها كام؟ فيها 5. تبقى ايه؟ 5 وايه؟ 80. 85. يلا بينا كده نكتبها 85. طيب اللي بعده 69. هنكتبها ازاي؟ بص كده للأحاد 9. طيب وايه؟ 60. 69. يلا نكتبها 69. طيب يلا بينا اللي بعده 72. هنكتبها ازاي؟ 72. تاني 72. شاطرين. يلا بينا نكتبها مع بعض 72. طيب اخر واحدة معانا 44. هنكتبها ازاي؟ مع بعض 44. تاني 44. 4 وايه؟ 40. يلا نكتبها مع بعض، اوعوا تتلخبطوا. 44. شاطرين، برافو عليكم يا سنة تانية. وبكده يا سنة تانية نكون خلصنا مع بعض درس النهاردة. اخدنا مع بعض الصيغة الممتدة، اخدنا مع بعض ازاي نكتب الارقام بالحروف وبالارقام، وازاي نحولها من صيغة حرفية لصيغة رقمية والعكس. طيب عايزاكم تركزوا في الدرس ده كويس جدا عشان عليه اسئلة كتير، وتحفظوا شهور السنة الهجرية والميلادية وايام الاسبوع كويس عشان عليهم برضو اسئلة كتير. واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في درس جديد.